مقصد الخسيدة الدعاء وشكر الجالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها توبى رسى الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. اللهم يا واحد يا أحد أعوذ بك من شر ساكن البلد ومن والد وما ولد. حقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والحاقد والنافس والهائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المؤمنين بألف ألف لا حول ولا قوة. عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. 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 ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة للذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة
فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق ادعوني أستجب لكم وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون فأنا أدعوك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجيا منك الرضا والقبول الحمد لله الكريم سلمنا على اشتغالي بفروض وسنن شكرته لأنه قد ساقني لوطن به نفى معقني وقادني إليه بالتحلي من بعد ما هذب بالتخلي وجرني فيه إلى الهلوم والفوز بالعمل بالمعلوم ثم الصلاة بسلام تبعا على الذي قصد أن أتبعا على الذي من بمراده اقتدى في السر والجهر يكون مقتدى هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيه محمد خير الورى الشفيه وآله وسابي النجوم الخير النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا مهين عناية منك إلي لتهين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورديت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لي اليوم بخير منني وقدتني إلى اختفاء السنن من بعد ما كاد امتداه الناس يدخلني في شرك الخناس وكدت للأمداح والإطراء أشهد في التاليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى السفي عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريا أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مليم يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم نقول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هواي قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لغيرك الركونا وأن أتيهك بنهج المصطفى سنته البيضاء يا من استفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد هاهنا قريب لا بذاك ولإخواني جميعا سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي فيه الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولسوي الدين بجاه القاسم ولكشفا ليل الهوى البهيما بحرمة المحبوب إبراهيم وليسق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية السفية وقي أذايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة
بأم كلثوم إلى القيامة وليجد ربي بحسن الخاتمة هنا وفي غد بجاه فاتمة صل على أبيهم والآل وصحبه ولستجب سؤالي وكن أنيسي واحمني من الضرر ونجني من اغترار وغرر ونجني ربي وأهل داري هنا وفي غد من الأكدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا هبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى خير ما أختار واجعل حجابا بيننا وبين كل أذى ولتكف عنا الحينا يا الله يا نصير يا جليل إني حقير معدم ذليل فتغنني بك وهب لي العرب بمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نيل الصلاح وصليا وسلما عليه وكل من خدمت ما إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي ولي خير منى وآملي يا من أراه عن المكان والعرض إني ساكن هنا وبي مرض فكن أنيسي واشفني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا مثل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب ودلال يا من على عن زوجة وعن ولد هوتني وهوت جميع لسى البلد وجل إلهي مسكني توبا أبد مثل اسمها بجاه خير من عبد وسليا علي أفضل صلاة وآلي وسابي ذوي الصلات وكل من خدمني أو زارا فنجه واغفر له أوزارا وكل من أحبني أو مالا إلي فارسقه هدى ومالا وكل من شتمني أو لاما فابلغ التوبة واستسلاما فكل من أساء ثنه بيا فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أذى جميع العالمين ولتكفيهم أذايا يا رب أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنائي بناء علم وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء ولتكفي عني كيد كل ذي اعتداء وتكفني الدار هذا الشيطان وحزبه الباغين في الأوتان ولتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرفه سريعا إذ يرد ولتصرفا جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن ولتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وأعلني وأعل من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة واجعله ربي مننا معجلة جالبة لمنن مؤجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وعدك فررت من سواك فكن بذاك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثرا خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه النكد ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دابا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض ترا وسماء
من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح وتغننا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتا الدارين والنجاح بجاه ذا اليوم وجاه من ولد في فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير صلاة بها نرافق الخيار والثقات وهب لنا أخذ الذي آتانا وترك ما في لينهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة وسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكفينا كسبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبك دبا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاس مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكسر اللهب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وكن ميسنا من الوباء وكل ناصر من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء واجسب قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أزكى صلاة دافعة عنا وباء من جراد مانها عليه والآل بأفضل السلام وسابي ومسكني هديا سلام وسكن نفسي وسدني علما يكشف في الدارين هني أما يكشف في الدارين عني هما وتهرا قلبي وسدني حياة وأحيني في تات يا ربي يا وجل يميني كسعب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أهل رفيق بيسلكن اليوم أنفع طريق بحرمة المصطفى المقرب والآل والصحب وسائر رجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدار نسيتا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى الصحب جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناسه وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فلتجمعا بيني هنا وبين ما يسوقني إليك يسولما وكلما هنك يوخ يا بديع
فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عاصما على أن أحسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لملا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرتاب يا بر أنت ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسه يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أناسه وأنت حسبي فلا أناسه يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاته أنت الذي تولي محبي كوداك وأنت حسبي فلا أبقي سواك فاحمي حماية ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين فاحمي حماية ليكن حسنا حسين عن كل ذي ناب وظفر كل حين وتكفني يا ذا البقاء والخدم هذا الذي مشى إلي بالقدم وسر من يركب ذا سلاح وسر ما يطير ساجناه وسر من يجلس بالكلام وسر ذي ضجح وذي قيام وسر من ينفس في العقود وسر ساهر وذي جحود بك حقدت يا إلهي الأسدا وهية وأقربا وأسودا وهاقدا ونافسا وسارقا وهائنا وساهرا وتارقا والإنس والجن معا هني وهن جميع من قد أسلموا في مالا بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالله سلولا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد وتكفني شر فم وعين وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم وكل صامت وكل ناطق وكل مارخ وكل طارق وكل أرذل وكل فاضل وكل خاهر وكل سائل وكل طائر وكل ماشي وكل حامل وكل فاسق وكل حاسد وكل شان وكل جبار وكل جان ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر الناء والحر والبرد وشر الماء وسويدني وعيدني أبد وتحير القلب وصحيح الجسد وابلي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وذاك لبي وافتح ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليهب أزاقة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وابلي الذكر بشكر كل حين وعدني من جملة المقربين ولا تسل يا مالكي دليلي واذبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا خدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن ماسا وفي مالي لا تزل ملاسا وسفيني قالبا وخلبا ولي ترخية ووبا وكن ولي في الآيات ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر خدا ولا تسليا في ساميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتحفا
بكل ما ينفعني وبالتفاء وبسلكا مسالك الخلاص وتكفني عن جملة المعاصي وبسلكا رب طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لسؤرا شقاوة من بعدها أو ضررا وتثبتا فيه جماعة وتثبتا حبك في فؤادي وحب خير الخلق في تمادي وحب آله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع وحب آله وصحبه جميعا ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا ذا العطايا أجب توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير صلاة تقودني إلى ملاقاة الهداة وتغنني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وآخرني بطاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأغيار من فؤادي ولتدخل الأنوار فيه هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يقبه وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وأبلي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكشف والعيان والسعادة وأصلحا أمة خير مرسل وفرجا عنهم جميعا يا علي وارحم وبارك ثم عاف كلهم ونجهم والتف بهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك هذا ونصيبا في تماد واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرض والمندوب سرا وعلا واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن غرام ووصب وعمل اجعل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومدفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومتركا لسبل ابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرض وجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى ادفع كل سوء داري واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم بجميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك احتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعلنا ذات الامتلاء نورا ورحمة بالأنداء ورزق اجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على توالي وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخشع وليافي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبه وزوجة صالحة تعين على التقى والبر يا معين وأسبلا كنف سترك أبد علي مع جملة لي يا سمد واضرب سرادقات نفسك على داري وما فيها جميعا مسجلا ولتدخل الجميع في مكنون غيبك واهجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا
والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دابا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ولتدخل الجميع في مكنون خيبك وجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والسود والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعل دأبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التسويب والتفهيم واجعل مسكن خروج من ظلم للنور وكان كل من ظلم واجعل دابا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع واجعل يا رب أحب مسكني في أرضنا لك وللماء سنين والتحمي داريان الفجور والفسخ والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها هنها وطيب شربها وكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بإفسي كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهات الست واكفها عن الآفات حوطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أهول يا الله يا في يا ذا الأمر يا فائق الخلق من بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد وهكذا دنياي مع أخرايا ففيهما نسر في الرسايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في التين أو في الدين والأجانب فليكن حسنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة أنا لي وابلي الإجابة يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فآتني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأحسني من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ربي أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين ربي نجني من القوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس ومع والاه ونلاسم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومع والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل منه لوجهك الكريم قولي تائبا إليك بأستغفر الله به أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من ظواهر ومن غيوب سألته بحق وجه الله مغفرة من جملة المناحي تبت له من جملة الصغائر مع الكبائر ومن ضمائر غافر ليغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني الحلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما ربي لكشف العلوم النافعة واجعل حياتي من شقاء مانها اكشف لي الأسرار والخوامدا يا خير من كسف سرا خامدا ليجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلدا ليقود لدى تفكر الأعصم يا ربي بكن والتعصما قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك غلالاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بسر كل من يتوب ولسواء هراب مع الخيوب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.